السلام عليكم. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا ابن عبد الباقي حدثنا أحمد بن أحمد حدثنا أبو نعيم حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا محمد بن الناظر حدثنا عبد الصمد بن يزيد قال: سمعت فضيل بن عياض رحمه الله يقول: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. فإخواني، احذروا واسألوا الله الثبات، لأن البدع خطيرة، خصوصا في وقتنا الآن، في زماننا الذي نعيشه، الذي كثرت فيه الفتن. فنسأل الله الثبات، كثرت فيه البدع، لذلك يجب التحذير من البدع قدر المستطاع إخواني، لأنها كالسرطان، نسأل الله السلامة، كالسرطان ينخر في المجتمع. وذكر رحمه الله من هؤلاء أقوال التابعين والصحابة وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في خطورات البدعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثت عن أبي بكر الخلال عن المروزي عن محمد بن سهل البخاري قال: كنا عند القرباني فجعل يذكر أهل البدع، فقال له رجل: لو حدثنا كان أعجب إلينا، فغضب وقال: كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادتي 60 سنة. كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادتي 60 سنة. سبحان الله. إذن هنا كذلك رحمه الله يعرف لنا السنة والبدعة. فإن قال قائل: ما قد مدحت السنة وذممت البدعة، فما السنة وما البدعة؟ فإننا نرى أن كل مبتدع في زعمنا يزعم أنه من أهل السنة. بل جواب رحمه الله تعالى قال: أن السنة في اللغة هي الطريق، ولا ريب في أن أهل النقل والأثر المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه وآثار أصحابه رضوان الله تعالى عليهم هم أهم السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. والبدعة، قال المصنف رحمه الله تعالى، هي عبارة عن فعل لم يكن فابتدع، والأغلب في المبتدعات أنها تصدم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة ولا يوجب التعاطي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه، وكانوا ينفرون من كل مبتدع، وإن كان جائزا حفاظا للأصل وهو الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قال له: أجمع القرآن، قال: كيف تفعلان شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عليهم، أمهاتنا أمنا عائشة وأمنا خديجة، كانوا من أشد الناس تمسكا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأشد الناس حبا إليه، وكانوا متعلقين لدرجة كبيرة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالفونه. حتى الآئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموا للأمة الإسلامية، الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد أبو حنيفة رحمه الله تعالى، كانوا أشد الناس وأشد الأئمة تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة قالوا إذا قولهم أو اجتهادهم خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاتركه واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله عز وجل لنا إخواننا لنا ولكم الثبات، أن يرحمنا الله تعالى، أن يثبتنا على الكتاب والسنة. السنة إخواني اتبعوها وتمسكوا بها قدر المستطاع، فهي النجاة، وهي التي ينجى بها العبد عند ربي عز وجل، وتكون سببا لنجاته من النار بإذن الله عز وجل، وتكون سببا في دخول الجنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم.